تكميلا لما قال السيد التاجر اللي معنا في السوق هنايا السي محمد مسكون، حنايا كنحتجوا على هذه الطريقه التعامل ديالنا. حنا كنقولوا لرئيس مجلس البلدي حنايا ظالمين وكنعرفوا راسنا اننا ما خلصناش، وبعض الدكاكين مشدوده وما كنقولوش لا، ولكن ما عمرك ما جيتي وما قلتي علاش هاد الدكاكين مشدوده، علاش هاد الناس ما خلصات شيء. صيفطنا لك رساله قبل ما يكون هاد الشيء هذا وما بغيتيش تتواصل معنا فيها، وشديتي علينا الباب بصفه نهائيا، شديتي علينا الباب بصفه نهائيا. والدليل واضح على انها اليوم اصبحتي على برا كما يقال، انت والسيد اللي مسؤول على الاملاك ديال البلديه صبحتوا كاملين مسافرين وخليتونا كنواجهوا بعضياتنا وكنضربوا بعضياتنا. حنا ما كنقولوش ما غنخلصوا شيء، ما كنقولوش ما غاديش نديروا شي حاجه، اي قرار كتاخذوه وحادي الجانب. ما عمرنا ما شفنا شي حاجه اللي هي معلقه في الباب ديال الاداره اللي عندكم، وجيتوا وقلتوا راه العون القضائي، جبتوا العون القضائي. وانا تفاجأت بالعون القضائي وسولت، قال لي كنا جبناها على الكرا، وجلس العون القضائي اكثر من الساعه ومشى بحالاته. ما درتوش على الناس وقلتوا راه العون القضائي جا، هذا على ما يقرب من سنه ونصف باش جا العون القضائي. ما قلتوش راه العون القضائي جا على اساس انه اللي ما خلصش راه غيديو له الحوال ديالو مستقبلا. كتعاملوا معنا في الغموض، وبالتالي نوضوا الفوضى. السوق الثاني يضرب من ما عمرو في حياته 33 سنه انه ما تشد الابواب ديالو، الابواب ديال الدكاكين ديال التجار. حتى لهذه اللحظه هذه حنا كنحتجوا على هذه المساله اللي درتي لينا، وكنحملوك المسؤوليه. والناس راه غادا تمشي بعيد على هذا الشيء هذا، لان رزقها ورزق ولادها، والناس سنوات هما بالدكاكين ديالهم. وباش تعالج مشكل اخر حنا ما كنقبلوش بصفه نهائيا، وما كنقبلوش. وزياده اللي ما كتعرفش هذا السوق، الا جبتي لي دفتر التحملات ديالو نعطيك اللي بغيتي. السوق بناو التجار، حتى هذيك الاداره اللي عندك هو الناس حتى الاداره اللي عندك فيها هذا السوق بناو التجار، ومازال الحمد لله الناس اللي بناو السوق باقيين عايشين. ها واحد هذا بالتالي فينوه من الناس اللي بناو السوق، ها واحد محمد فينوه من الناس القدامين. وبالتالي كاين الناس هذا حتى هو هذا من واحد. وبالتالي كاين الناس هنايا اللي مشات وخلصت 2018. شنو هو اللي بينا وبينكم الاداء؟ حنا نقولوا هضروا معنا بنيشان غادي ناديو المعها ليله، واللي ما عندوش حنا نجمعوا له وناديو له. نتوما ما كتعرفوش الظروف، 30 سنه وحنا محاصرين. نهار اللي جاو وحيد الحصار الحمد لله، وكنشكر الناس اللي فعلا خداو هذا القرار. الناس فتحت الحوان ديالها وبدات تتعمر واستبشرت خير، ومناتهم الناس الدكاكين اللي كتقول راه عندهم باطينتي وعندهم سجل تجاري وعندهم كل شيء. وبالتالي بغيتي تجري علينا، بغيتي تقتل هاد الناس وتشردهم وتجيب ناس اخرين، جيبهم. العمليه عملتوها في 2013 لما عطيتو الحوالت، عطيتهم الناس ما كيستاهلوش. الناس جاو بالشواقر خصهم يدخلوا الحوالت ديالهم. وشنو كتنتظر من هاد الناس هادو؟ شنو غيعملوا؟ يجيبوا المدافع. الله يجازيك بخير السي الرئيس، الله يجازيك بخير السي الرئيس، الله يجازيك بخير السي الرئيس. خذ شي قرار اللي يرضي الجميع. راه الفتنه ما دارها حتى شي مجلس من قبل، راه المجالس اللي كنا كنظنوا انها غدير فينا الشوهه وهذا ما دارتش فينا هذا الشيء اللي درتيه نتايا. وشكرا. الناس هنايا هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا عود، 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 هذا ظلم، هذا عود.